4 كوبايات رز، كوباية لحمة مفرومة، كوباية شبت وكزبرة، نص كوباية بصل، 7 فصوص توم. هتعملي احسن كفتة بيضة بكل تفاصيلها وبكل طرقها للطبخ. كفتة في منتهى الجمال، كفتة بنسلقها في الشوربة، وكفتة بنعملها بصلصة، وكفتة بنحمرها وناكلها من غير صلصة او شوربة. وباقي المقادير في الفيديو ان شاء الله هنشوفه مع بعض، وهنشوف ازاي عملنا الكفتة البيضة من الالف للياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبدأ مع حضراتكم عمل الكفتة البيضة بمقادير مظبوطة جدا، وكمان هنعرف ازاي نعمل منها كفتة بصلصة. معانا حضراتكم ده كيلو رز، ده مش رز، ده كسر الرز اللي بيطلع من الرز وهو بيتبيض في مكنة البياض، فبيخرج منه كسر، بيبقى حلو جدا في الكفتة عن الحباية الكاملة كمان. والرز يمشي برضه للي ما عندهمش الكسر ده، الرز عادي يتعمل منه الكفتة. ولو عايزة الكسر ده تقدري تجيبيه من عند اللي بيبيع الأعلاف. فاحنا هنغسل الرز ده دلوقتي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه فيه. ده كسر الرز اهو، او الحتات زي ما بنسميه. بعد ما غسلته حضراتكم بالشكل ده، طبعا بتغسليه كويس وبنغطيه بالميه، يعني ميه كتير، وبنسيبه الوقت الساعه 11 اهي الصبح ل 11 بالليل. تقدري تعمليها قبل كده، بس كل ما بيقعد في الميه فتره اطول بيبقى احسن في الطحن واسهل. الحبايه بتشرب ميه كويس، مهما تنشفيها بتبقى اسهل في المطحنه وانت بتطحنيها. هنغطي على الرز او الحتات زي ما قلت لحضراتكم كده لما ل 11 بالليل. ممكن او تعمليها قبل كده، بس كل ما تقعد فتره اطول بيبقى احسن. وتحطيه على رخامه المطبخ وتغيري عليه مرتين 3 اثناء البل. وده الحتات او الرز بعد 12 ساعه او يزيد. احنا الوقت بعد 11 بالليل اهو، نقعينه من 11 الصبح، والوقت احنا بعد 11. وكل رز زي ما قلت لحضراتكم ما بيتنقع اكتر رز الكفته بيبقى احسن. يعني بيبقى دايما الرز يتنقع من بالليل للصبح او من الصبح بالليل. ده بعد ما وبتغيري عليه مرتين او 3 اثناء فتره البال. انا بعد ما صفيته من الميه، وطبعا بعد اكتر من 12 ساعه، وغيرت عليه واثناء البال مرتين، ولو 3 يبقى احسن كمان. وصفيته الوقت من الميه بعد ما شطفته كويس جدا. معايا صينيه زي دي كده، صينيه تاخد الرز، يعني لو عامله رز اكتر من كده بتبقى الصينيه اكبر من كده. الصينيه بننزل عليها الرز بالشكل ده، صفي ده من الميه ونشوف هنعمل ايه. ده باقي الرز بعد ما صفيته. وطبعا الكسر ده ما يتحطش في مصفى، لان مهما كانت فتحات المصفى ضيقه بينزل منها. واحنا متعودين بطريقه هي، يعني لو حضراتكم بتصفوه الاول في مصفى، لا احنا ما بنحطوش في مصفى، احنا بنصفيه كويس في البوله او في اي حاجه كان منقوع فيها. وبعد ما بنصفيه بننزله على صينيه بالشكل ده، وبنفرده على كل الصينيه كده. او نفرد على الاخر. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم صينيه تكون على قد الرز اللي انت عاملاه. الرز بقدر ما تستطيعي مفروض عليها كويس وما يبقاش تقيل، يبقى طبقه خفيفه كده بالشكل ده كده حضراتكم. بنسيب حته من الصينيه كده ما بنفردش فيها الرز. بالشكل ده. وفوطة مطبخ او اي حاجة ترفعي عليها الصينية من جنب وجنب، لا اللي هو
المكان الفاضي اللي ما حطيناش فيه رز بترفعي الصينيه بالشكل ده. لو فيه ميه بتصفى في المكان ده اللي مفيش فيه رز، بنشفطها بمنديل ولا بحاجه ومبقاش فيها ميه كتير ولا حاجه. وطول ما الرز مفرود بتقلبي فيه كل فتره كده بالشكل ده، عشان اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت، الميه اللي فيه تتبخر وبينشف. ممكن تحطيه لو بالنهار تحطيه في الشمس، بس انا مبحبوش نحطه في الشمس عشان لا تراب او دبان، بيبقى يعني عشان تعرضيه للشمس يبقى في حته مكشوفه كده في المطبخ، بيبقى نضيف. وكل فتره بنقلب الرز بالشكل ده حضراتكم لما بينشف. بعد ما بينشف ان شاء الله هنشوف بعد كده هنعمل ايه. ده الرز اهو بعد ما نشف بالتقليب المستمر طبعا زي ما بينت لحضراتكم قبل كده، وما كانش فيه ميه ولا حاجه، مصفيه من الميه كويس. وهو يعني مش نشف قوي، مرطب كده بحيث ان هو لما تحطيه في المطحنه يطحن كويس، ما يبقاش زي البودره، يبقى مدي على عجينه عشان نقدر نلمها كفته، مش بودره يعني زي هنعمل مثلا للسحلب او نعمل لاي حاجه تانية، لكن بيبقى مدي على عجينه كده ومرطب شويه مندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنعمل ايه بقى؟ هنطحنه طبعا، هنلمه كده وهنطحنه حضراتكم بشكل يعني يبقى وسط، لا يبقى ناعم قوي بحيث ان الكفتة بعد كده تبقى مسمغة وتاخد وقت في التسوية وتشد، ولا يبقى خشن لدرجة ان الكفتة تتهري وما تنفعش تتشال من الحلة. زي ما هنشوف حضراتكم دلوقتي تبقى طحنة تظبط الكفتة معاك. دي مطحنة الأولى اللي طحنتها اهي، شوفوا حضراتكم بالشكل ده، تحس فيها شوية خشونة على أساس إن هي تخلي الكفتاية حلوة، ما تبقاش مسمغة قوي وتشد وميبقاش طعمها حلو. بقول الكلام ده طبعا دي اللي يمكن ما عملوهاش لأول مرة يبقوا عارفين هما بيعملوها ازاي. وما بنملاش المطحنة قوي، بنطحن ونقف شوية ونقلب الرز في المطحنة عشان يطلع كله زي بعضه. ده الرز بعد ما طحنته كله بالشكل ده حضراتكم، طحنة وسط كده، ما تكونش ناعمة قوي ولا جرشة عشان ما تفكش مننا. معانا ايه بقى عيار؟ دول 4 كوبايات رز، يعني انا بقول كيلو بالتقدير، قلت كيلو في الاول بالتقدير، عايرتهم بالكوباية 4 كوبايات رز مليانين على الاخر او يمكن هرميين. يعني الاضافات اللي هنضيفها للكفتة: نص معلقة فلفل اسمر او يعني معلقة صغيرة، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسمر. لان طبعا حضراتكم بقى الفلفل الاسمر حامي، يا رب يدي ريحة وما تبقاش حامية. معانا ال4 كوبايات رز ايه؟ ربع كيلو لحمة مفروم، ربع، ايوه ربع ويبقى كتير كمان، يعني ممكن تعملي كيلو وربع رز للربع كيلو لحمة، لان الكفتة دي بطعمها، الكفتة البيضة بطعمها الحلو القوي لما بتزيد اللحمة بتحولها لطعم كفتة داود باشا، فبتبقى اللحمة بتاعتها ظاهرة ومبتديش الطعم بتاع الكفتة البيضة اللي احنا حابين طعمها. فعشان كده سبحان الله يعني اللحمة مش وحشة، بس لما بتزيد في الكفتة البيضة بتبدل طعمها. فعشان كده 4 كوبايات رز، هنقول كوباية لحمة مفرومة وكوباية شبت على كزبرة خضرة، كوباية لحمة مفرومة وكوباية شبت
او حزمة ربطة شبت على كزبرة، قطعتها بالشكل ده. ونص كوباية بصلة متوسطة، يعني تدي نص كوباية بصل. و7 8 فصوص توم، يعني نقول 7 بالشكل ده. الفصين الصغيرين تعتبروا فص. 7 فصوص توم، نص كوباية بصل، كوباية شبت على كزبرة، كوباية لحمة مفرومة. احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي حضراتكم؟ الشبت والكزبرة انا مقطعاهم زي ما شفتوا حضراتكم كده، والبصل. بس برضو بنعمل ايه؟ باخد معلقة رز كده وبنزل عليها الشبت والبصل ومعلقة رز كمان عشان تمشي المطحنة. وبننعم البصل والثوم والشبت على معلقتين رز في المطحنة. واللحمة برضو بنعملها كده، يعني بزودها بنعمها شوية بمعلقة رز في المطحنة. فانا هعملهم وارجع لحضراتكم تاني نشوف هنعمل ايه بعد كده. فبنحط كده حضراتكم معلقة لحمة. طبعا انا هرست البصل والثوم في المطحنة اللي فاتت. فرمت كل اللحمة والشبت والكزبرة والبصل والثوم زي ما شفنا مع حضراتكم. نيجي بقى لأهم تركاية في الكفتة، وهي اللي بتحل طعمها جدا، وهي عجن الكفتة. نعجن الكفتة شوربة لحمة. يعني يستحب ان انت لما تعملي الكفتة يكون عندك شوربة او طبخة لحمة بظروفها، يعني لان دي هي اللي بتدي الطعم الحلو قوي للكفتة. في ناس بتعجنها بمية، وفي ناس بتعجنها بزيت، ما بتبقاش الطعم الحلو بتاع الكفتة. فبننزل الشوربة، شوربة دافية طبعا، دافية مش سخنة ولا باردة، لا من التلاجة ولا سخنة قوي، شوربة دافية. وبننزل شوية بشوية لما نوصل لعجينة تعرفي تصبعيها، لا تبقى مرقة وتتفك منك، ولا تبقى يابسة وتشقق وما تعرفيش تلميها يعني ككفتة. طبعا المعلقة هنا بقى مش هتنفع، عشان نشوف ملمس العجينة ونحسه كده ونظبطها. عشان نحس ملمس العجينة ونظبطها ما تبقاش يابسة ولا مرقة. ونحط شوية بشوية، لان طبعا انا الشوربة هنا ما نعرفش نحددها ونقدرها قد ايه، يعني كوباية اكتر اقل، عشان بيرجع برضو لدرجة طحن الرز معاكي. احنا قلنا طحن المظبوط، بس برضو احتمال يزيد شوية نعومة يبقى جرش. فما الشوربة على حسب نعومة الرز. نزيل شوية. ده شكل الكفتة اهو. نوصل بها العجينة، شوف حضراتكم بتقطم كده، لا تبقى ناشفة مفرولة ولا مرقة قوي وتبقى سايبة ما تعرفوش تلميها. هنعمل ايه بقى؟ دي بقى الزيت هيتحط امتى؟ شو حوالي معلقة او 2 زيت بس، بنلم الكفتة بقى كده بس. نلم الكفتة بالمعلقتين الزيت، لكن بتتعجن بشوربة. المية ما بتديلهاش طعم، بتبقى حلو، ما بتبقاش حلو. زيت خالص لا طبعا ما ينفعش. بنعجن بشوربة وبنلم العجين في الاخر بمعلقتين زيت، او على حسب ما انت عامله كميه العجين اللي. وهنبتدي نصبع الكفته. طبعا تصبيع الكفته على حسب الحجم اللي انت عايزاه، لكن لما بتبقى وسط بتبقى حلوه عشان ما تقطمش منك وانت بتطبخيها. طيب كده
نحاول ما نعملهاش طرف رفيع من هنا ومن هنا، تبقى بالشكل ده. كده حضراتكم بالحجم ده، او لو تحبوا تكبروا او تصغروا عن كده تصغروا. شوفوا حضراتكم شوفوا العجينة حلوة ازاي، ما بتتصبع معاكي بسهولة، لا بتلزق في ايدك ولا بتشقق وتقعدي تلم فيها وتعالجيها. شوفوا حضراتكم بسهولة جدا لان العجينة مظبوطة. كمان واحدة. سهولة جدا بتتصب. هصبعها كلها ونشوف ان شاء الله هنعمل ايه بعد كده. اولا قبل ما اصبعها كلها، ممكن قوي حضرتك تشيلي منها كده وتفرزي، وهي قطعة كاملة كده مثلا. يعني لو عايزة تفرزيها كلها ممكن تقسميها على حسب ما هتعملي الطبخة، او لو عايزة تعملي كمية وتعيني كمية ممكن تعينيها عجينة بالشكل ده في كيس، ولما بتطلع بتسيبها تفك شوية. لو عندك شوربة في يوم هتعملها في شوربة، تحطي عليها معلقة بس تفكها بها، او تسيبها لما تفك وتعجنيها تاني كده وتشكليها، او تصبعيها وترصيها في طبق فبر على كيس، ونحط كيس ونحط رصة وهكذا، وتعينها متصبعة. يعني في الحالتين تتفرز. شوفوا الكفتة لاخر حتة ما شاء الله، ما بتلزقش ما بتفكش. كمان حتى مش محتاجة انك تدهني ايدك زيت وتصبعها بيه طول، وما بتاخدش وقت وما بتلزقش. وما شاء الله العجينة والكفتة مظبوطة جدا. تقوم الله يرحمها بتعمل لنا كفتة قرص كده. هنعمل الحتة اللي لسه، تعملها صابع، تعملها قرص، مظبوطة معاكي جدا، لا بتلزق ولا بتفك، وريحتها في منتهى الجمال. دي الكفتة يا حضراتكم ما شاء الله. يعني بعد فترة هو بتشيل الصابع ما بيجرالوش اي حاجة، ما شاء الله زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ الشكل كفتة ما شاء الله زي الفل. معايا البوتاجاز حلة بشوربة. دي طريقة من طرق تسوية الكفتة واحسنهم واطعمهم. لو جربتوها حضراتكم هتحكموا بنفسكم. بنسلق الكفتة في شوربة، بننزلها فيها بيضة بدون، اسمها الكفتة البيضة، بدون ما نحمرها، ننزلها فيها بدون تحمير. طبعا عندك الشوربة ملحها مظبوط، وبتنزلي الكفتة فيها، ولازم تكون الشوربة كتير عشان تسوي الكفتة. وبعد ما تستوي كمان يبقى الصوص اللي هيبقى فيها الشوربة اللي بتحول لصوص كفتة يبقى حلو قوي، يبقى كتير. لان الشوربة لان الكفتة لما بتستوي وتركناها بس شوية، او يعني تبرد وتحتاجي تسخنها تاني، بتبقى محتاجة صوص انه تشربه. فلازم حتى بعد التسوية لما نسويها يبقى فيه
صوص شوربة كتير، عشان لما تبرد يبقى فيها صوص تسويها تسخنيها تاني بيه. اطعم شوربة، اطعم كفتة هي الكفتة اللي بتحطها في الشوربة دي وتسلقها على طول. دي طريقة، وبرضو اللي يحب الطريقة التانية هنعملها ان شاء الله. هنحط كفتة اللي احنا عاملينها مدورة دي، بتظبطي الملح وبتغطي عليها ودايما بتقلبيها عشان ما تلزقش لما تستوي. على ما الكفتة البيضة تستوي اللي احنا حطيناها في الشوربة بتغلي، لو احتاجت شوربة تاني بنحط لها شوربة زي ما قلت لحضراتكم، عشان ما تلزقش في الحلة، وعشان يبقى فيها صوص بعد كده لما تبرد يبقى فيها صوص نعرف نسخنها تاني او نعرف ناكلها، ما تبقاش كفتة من غير شوربة او من غير صوص. هنغطي عليها تستوي، بنوري الحلة، بنوري الغطا، عشان طبعا دي نشويات ممكن اوي تطفح. معايا بصلة صغيرة زي دي، هنعمل الطريقة التانية لتسوية الكفتة. بعد ما نشفتها كده، دايما احب انشف البصل الاول وبعدين انزل بالزيت عشان ما تاخدش زيت كتير، ونعمل حسابنا ان الكفتة اللي الطريقة التانية هنقلي الكفتة فهيبقى فيها زيت، ما نكترش زيت البصل، نقلل الزيت اللي هنحمر به البصل ونهدي عليها. احنا مش هنحمرها عشان ما تبقاش حامية، هنهدي عليها عشان تستوي براحتها. احط للكفتة شوربة، دايما نتابعها عشان ما تلزقش، ولو احتاجت شوربة نحط لها شوربة تاني. ونهدي عليها. البصلة خلاص استوت. معايا 3 فصوص توم، وفي ناس ما بتحبش عليها التوم بس بيخلي لها ريحة ونكهة، ممكن تعملها من غير توم. ومعايا صينية فيها زيت، الزيت خلاص سخن، هننزل بالكفتة وعلى نار عالية عشان ما ننشفهاش، هنديلها لون بس على ما الطماطم تتسبك. يعني مش بنهدي النار عشان نسوي، احنا بنعلي النار تاخد لون بس. ولو عايزة تاكلها متحمرة بس حاجة تانية، بتهدي النار وبتسويها كويس. معايا هنا بعد البصلة والثوم ننزل بالطماطم، بالشكل ده كده حضرتك. كده حمرنا الكفتة اللي هنحطها في الصلصة، لون من بره لكن من جوه هتلاقيها طرية ومش ناشفة زي ما شكلها من بره كده.
بهدي النار وهسوي دول على الهادي عشان نشوفهم مع حضراتكم بعد ما يستووا. دي اللي هسويهم على الهادي دول تاكلوهم كده من غير ما تحطوهم في الصلصه. الصلصه خلاص شفت، هنزل عليها بمعلقه صلصه وشويه سكر صغيرين كده، وشويه صغيرين فلفل اسمر، ما احطلهاش اي توابل غير كده. ودي الصلصه اهي بعد ما حطينا السكر وشويه صغيرين جدا فلفل اسمر، ان طبعا الكفته عليها. دي ميه مغليه، بزودها ميه مغليه، ميه سخنه يعني، او ممكن احط الميه بارده واستنى لما تغلي. وبننزل بالكفته. الكفته دي حضراتكم اللي حمرناها على العالي، نار عاليه على السريع كده، تاخد لون وقلبها من جوه ما ينشفش. هننزل بقى في الصلصه ونظبط الملح ونغطي عليها لما تستوي. هنشوفها مع حضراتكم هي والكفتة اللي سلقناها في الشوربة. دي طريقة ودي طريقة. كفتة عليها ملح، هنحط شوية ملح صغيرين عشان الصلصة لما نشوف حدقها بعد كده ونظبطه. يعني بنحط ملح قليل عشان ما تبقاش حادقة. وهنغطي عليها زي اللي في الشوربة لما تستوي ان شاء الله. وطبعا انا زدت الكفتة كمان مرة اللي في الشوربة. وبنقلبها عشان ما تلزقش في الحلة، نزيها زي المكرونة مثلا، ونولي بالغطا شوية عشان ما تطفحش. ودي الكفتة اهي بعد ما استوت، شوفوا حضراتكم ما شاء الله روعة. دي الكفتة اللي بصلصة الحمرة اللي بنحمرها في الاول. طبعا قلنا تاخد لون بس على السريع. ودي الكفتة البيضة اللي مسلوقة في شوربة، طعمها والصوص اللي نازل منها ده بيبقى طعمه حلو جدا. وده لما بتاكليها كده لوحدها او بتحط الصوص ده على رز طعمه حلو قوي قوي. زي ما قلت لحضراتكم الصوص ده شوفوا بيبان ان هو يمكن سائل شوية، بس لما بتبرد ده بيتقل اكتر من كده. وده مثال لو حابة تقليها وتاكليها ناشفة كده، بتهدي عليها بعد ما تحطها في الزيت بتهدي النار وبتسويها كويس، طلعها على منديل المطبخ وممكن تاكلها قوي كده. ده كان الشكل النهائي للكفتة البيضة بكل تفاصيلها من الالف للياء. هنعمل الكفتة بالكوباية هتطلع معاكم معايير مظبوطة جدا. المقادير 4 كوبايات رز هرميين، عليهم كوباية لحمة مفرومة، كوباية شبت وكزبرة خضرة مضغوطة بعد تقطيعها، نص كوباية بصل متقطع، 7 فصوص توم، معلقة مسح ملح، معلقة كبيرة كزبرة، نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة كمون. انا حطيت هنا معلقة كبيرة بس حضراتكم تحطوا معلقة صغيرة، يعني يمكن ظاهر شوية لكن مش قوي يعني، بس برضو معلقة صغيرة يبقى احسن. ودي كانت الكفتة البيضة بكل تفاصيلها بطرق طبخها وازاي تخزنيها كمان قلت لحضراتكم.
يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تجربهم ويعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.